يعني منظر بأخذ العقل. شوف ما شاء الله على هالمنظر، الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي وأحبتي متابعي أطايب دارنا على التيك توك واليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام والبلوجر في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم كل خير. اليوم عندنا الكبة المهبلة، الكبة الحورانية المهبلة، يعني محافظات درعا وسويدة والقنيطرة وشمال الأردن. هاي منطقة حوران الطبيعية، كبة المهبلة. إذا عجبكم الفيديو أحبتي، دعم ولايك واشتراك وتفعيل الجرس بكل هاي المنصات. وإذا ما عجبكم فرضا أو جدلا يعني نفسا لأنه إن شاء الله غير يعجبكم، عرفت شلون؟ فهاي الكبة بتتقدم يعني مع المنسف الحوراني المليحي وكمان لحالها. راح نروح على فاصل صغير وبنرجع. بتمنى نضل كلياتنا مستعدين. السلام عليكم، يلا رايحين. السلام عليكم من جديد. مشان نعمل الكبة المهبلة طبعا بدنا نص كيلو برغل ناعم، حصرا برغل ناعم. طبعا نغسلهن مي، بننظفهن، بصير طريات شوي، ونحطهن بطاسة. بنجيب مي، طبعا عندنا هون مي يعني بتكون لازم تكون المي ساخنة. ايوه حطيناها بالطاسة، بننزل عليهن المي الساخنة. طبعا اشي نغمرهن بقدر 3 كاسات، تكون المي ساخنة مشان يعني يطرن، يفشفشن او يطرن. ايوه بنغمرهن بالمي وبنتركن حتى البرغل تشرب المي كلياتها. نغطي عليه مشان نضل نظيفات، بنتركن 30 دقيقة، نص ساعة. بعد 30 دقيقة لازم نفرم البرغل، لازم نفرمه سواء ماكينة أو فرم يدوي بالإيد، يعني ما فيش مشكلة، كله شغال بإذن الله تعالى. يعني نفرمه ننعمها مشان يصيرن عجينة. نفرم الكمية كلها، يعني نستنى شوي مشان نحط لهم بهارات، وقبل البهارات في كمان مرحلة. هاي بعد ما عجناهن على السريع. المرة الماضية عملناها كمان، عجناهن بالإيد. المرة بماكينة. بنضيف عليهن شوية مي وشوية طحين. ليش؟ مشان تتماسك العجينة وما تفرط وقت الطبخ. بنضيف عليهن نص كاس مي، ويعني طحين كاس واحد، مشان العجينة تتماسك. طبعا بدنا نخلطهن بشكل كويس مشان العجينة تتماسك وما تفرط معنا وقت يعني الطبخ على البخار. نخلطهم بشكل كويس. طبعا الكبة المهبلة أكلة يعني لذيذة جدا، ويعني منطقة درعا، حوران، والإربد لواء الكورة، والسويدة محافظة السويدة، والقنيطرة والجولان، كلهم بيعرفوا الكبة المهبلة. ودرعا المدينة يعني موجودة بعدها لليوم، شغالة بقوة، يعني خاصة درعا البلد. تنعمل كانت بالعراس مع المليحي، وبتنعمل لحالها وجبة أساسية، وهي يعني رمز، يعني من علامات المطبخ الحوراني، علامة مميزة يعني الكبة المهبلة. طبعا نفكهم بشكل جيد تتماسك العجينة. بنضيف عليهم كمون ملعقة صغيرة، كمون، ومردكوش أو بردكوش ملعقة كبيرة، وملح 1 ملعقة. بنضيفهم على الخلطة اللي عملناها، وبنرجع بنكمل خلط. طبعا مع الطحين والمي اللي حطيناها أول شيء مشان تتماسك وتصير لها نكهة. بنتركها وبنروح بنعمل خلطة الحشوة. الحشوة بدنا لحمة ناعمة، يعني 500 غرام تقريبا لحمة ناعمة. بنجيب بصل، 3 بصلات نفرمهن على الناعم، ونقلبهن باللحمات، وملح نص ملعقة عندنا، كمون نص ملعقة كمان، وعندنا فلفل نص ملعقة. طبعا بيعطي نكهة خاصة الكمون، وبمنع النفخة. طبعا بنكمل تقليب فيهن حتى يستوون اللحمات الحشوة يعني. ايوه بهالشكل بنقلبهن، تعال ببلش لونها يصير يعني غامق شوي اشقر. ايوه بتكون استوت. وبس استوت طبعا بردها شوي تبرد، وبنبلش حشي. بنجيب العجينة، بتكون ارتاحت العجينة وتماسكت مزبوط، وبنختبر اول وحدة شغالة الحمد لله. بنبلش شلون حشي. نعمل كبة بالحجم اللي بدنا اياه. طبعا الكبة الحوراني حجمها كويس كبير، يعني ما هي صغيرة، ومعبية يعني يعني طويلة متطاولة، وكمان عرضها كويس، يعني بتعبي الايد، بتشبع يعني. مشان لا انحطت على منسف المليحي تعطي منظر كمان. طبعا مع الكبة المقلية بعدين نزلت.
بعتقد الكبة المهبلة يعني أقدم، بعتقد قديمة كثير، وهي يعني مشت مع المليحي تقريبا أو مرحلة ثانية. المليحي قديم كثير، لأنها من القمح الحوراني من زمان زرع، الله أعلم. في دراسات بتقول من 7000 سنة، وفي دراسات بتقول أكثر. القمح الحوراني فهو اللي أعطى كل هالمخبوزات، الخبز الحوراني والفطاير واللزاقيات والمردد والرقاقة، هذول كلهم طبعا اعتمدنا على القمح الحوراني، ومنهم طبعا الكبة المهبلة. بنعملها بهالشكل بهالحجم. هاي هي تقريبا، هاي هي الكبة المهبلة من حيث الحجم والشكل. بنخلص أول حبة وبنبلش بالكوباية الثانية. هاي هي، اللهم صل على سيدنا محمد. بنبلش بالحبة الثانية الكبة وبنحشيها. ليش مهبلة؟ مهبلة لأنه بتشتغل على، يعني راح نعملها على هبال المي، مش راح يكون في كمية مي كبيرة، بس هبال المي. هسه راح نشوفها بعد شوي. بنحشي الحبة الثانية وبنكمل يعني. هاي هي، أيوة. طبعا الكبة الحورانية في عندها أنواع كثيرة. في الكبة المقلية يعني، وفي يعني منها كمان الكبة النواوية أو المذيبية، كبة كبيرة مدينة نوى، كبة كبيرة في الحجم كثير مميزة. وفي كبة الكبة المهبلة، وفي كبة الحيلة. هاي بتكون يعني خلصت الحشوة فبتحايلوا عليها، بحطوا لها شوية بصل يعني بدل ما تخلص اللحمة، فبس اسمها كبة حيلة. هاي 3 أنواع عندنا. بعدين بنيجي عاد مشان نعمل الخلطة اللي راح خلطة الهبال، اللي هي مي طبعا، زيت ملعقة واحدة، هاي اللي راح نحط الكبة فيها. بدنا كمون نص ملعقة، بعطي طبعا نكهة يعني عطرية لذيذة، ونعش يعني للكبة. شوفون طلع وجه هون ثم وعيون، سبحان الله من الزيت. زيت مع المي من وجهي بضحك كمان، مكيف. ان شاء الله دائما تكونوا تضحكوا. ملح عندنا 2 ملعقة صغيرة بنضيفن على خلطة المي، نحركن وبندير النار طبعا تحتيهن مشان تبلش الحرارة. بس شوي المي، ايوه غليت، ما بدنا نكثر مي، بس شيء انه يعني الكبة تلاقي هيك ارضية. بنحط بعد ما تغلى المي بنحط الكبة. اول شيء بنستنى المي تغلى اللي حطينا عليها الزيت والكمون والملح. بعدين بنحط الكبة المهبلة عليها، الكبة يعني الني لحد الآن، وبنتركها شغلة ربع ساعة بعد ما نحطها، بعد ما تغلى المي ونصف الكبات بنخليها شغلة ربع ساعة. طبعا بنغطي عليها أفضل مشان الهبال. ليش سمت مهبلة؟ لأنه الهبال البخار تبع المي مع البهارات بده يطلع لفوق ويعمل حركة دائرية، لأنه في غطا فوق بده يرجع لعندهن، فبصيرها على الهبال. هاي مي قليلة ولكن البهارات اللي فيها عملت هالهبال هذا، شايفين؟ ومنغطي عليها بتكون هون استوت. اللهم صل على سيدنا محمد. استوت بدون ما يعني ما تتغطس المي كثير، بس على بخار المي بتكون استوت. بنطلعها بتكون جاهزة للتقديم. اللهم صل على سيدنا محمد. اما شو طلع طعمها يا ما شاء الله، بتشهي تتاكل كوجبة رئيسية. الكبة المهبلة لحالها، طبق حوراني أصيل لحالها، وممكن نضيفها على منسف المليحي كمان. شوفها من جوا مشان مصداقية طبعا. شوف اللحمة مستوية طبعا ما شاء الله، ولا هي سميكة ولا هي رقيقة، ما شاء الله عنها، وما فرطت، متماسكة. هاي الكبة المهبلة صارت جاهزة. شوف ما شاء الله. راح نشوف لقطة صغيرة بس شلون راح نضيفها على المنسف. بعد ما نعمل منسف المليحي ونجهز الطبيخ ونعمل له تدليك مزبوط، ايوه، بنحط اللحمات طبعا، وبنحط عاد بنزينه بالكبة المهبلة والمقلية طبعا. بس هون راح نضيف الكبة المهبلة. شوف شلون، ايوه بتنزل هاي شوي كمان مقلية. هذا بكون منسف الحوراني المليحي بكون جاهز. هي اضافة كويسة، وكمان هي طبق لحالها. اعزائي وحبتي، ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو، باملي بالله يكون اعجبكم الفيديو. والله هو كان وصفة صعبة يعني، ويعني اخذ وقت مننا مزبوط. هاي المنسفون. فاذا عجبكم احبتي يعني اشتراك للقناة وللي ما اشترك، وللصفحة، ومشاركة عن نطاق واسع. وان شاء الله غير يعجبكم باذن الله، غير يعجبكم. كبة المهبلة جاهزة. ممكن تزوروا يعني قناتنا على اليوتيوب، قناة أطايب دارنا على اليوتيوب، وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. وفي قناتنا الثانية كمان بين طيات التاريخ، ممكن تزوروها، فيها مواضيع منوعة وتاريخية وكذا. وعلى الفيسبوك كمان يعني نحتاج دعمكم مشان يعني نتشجع ونستمر، والفائدة تعم كمان. إن شاء الله وصفات جاية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.